حقيقة منصة التداول اي كيو اوبشن، تطبيق محمله 100 مليون مستخدم، حجمه 86 ميجا. لو مكنتش تعرف التطبيق قبل كده، لو مهتم بجديد ومفيد في عالم التطبيقات اشترك في قناتي وانا هقولك وظيفة كل تطبيق، مزايا وعيوب. التطبيق ده تطبيق لتداول الصفقات والعملات المشفرة، البيتكوين، الاسهم، كل ده واكتر على تطبيق واحد. التطبيق دوت عشان انت تتأكد ان التطبيق المفروض ان هو كويس وان هو مش كويس، فان انت بتقرا يعني رأي العملاء السابقين في التطبيق. طبعا حتة ان انت تبقى مثلا بتيجي تودع فلوس، فالإيداع ممكن يبقى موجود وسهل، لكن السحب مش موجود. طب انا حضرتك هودع الفلوس، فرضا انا كسبت، هسحب ازاي؟ مفيش سحب. وفي ناس بيطلع لها ان التطبيق لا فيه سحب ولا فيه ايداع، ففاكراه ان هي مشكلة عامة في التطبيق، لكن الأغلب والأعم عند الناس كلها إن المشكلة موجودة في السحب. أنا بحط من عندي فلوس في الإيداع، بعد كده لو أنت سهلتلي الموضوع ده بتاعة الإيداع، بيفضل بقى إيه حدود السحب أو السحب في حد ذاته، هل أقدر أسحب ولا مقدرش أسحب. أغلب الناس ممكن تحط دولار، 2 دولار، فتكسب 3 دولار، 5 دولار. طب لو حط 10 دولار، ممكن يخسرهم كلهم ويتم غلق الحساب. ممكن يخسرهم كلهم ومفيش بتاع دوت سحب، ميقدرش يسحبهم. طب انا يا فرحتي عندي 100 ألف دولار على التطبيق ومش عارف اسحبهم، ايه الفايدة؟ مفيش اي فايدة، مفيش اي مصداقية، نصابين. واحد حط 2000 يورو في التطبيق وعمل تداول وعمل حدود للصفقة ان هي تقفل عند كذا، اكتر من مرة يفتح يلاقيها بيغيروا حدود الصفقة اللي هو مثبتها واللي هو محددها، وده بيخليه يخسر الفلوس. طب انا ازاي اثق فيكم وانتوا بتتلاعبوا في الصفقة بتاعتي؟ طيب حتى لو ما تلعبتوش في الصفقة بتاعتي، انا اقدر ازاي أنا اسحب فلوسي؟ يعني ازاي انا اقدر اسحب الفلوس اللي انا كسبتها؟ وليه تخليني اكسب وتطمعني زي اللي بيلعب قمار؟ العب بمبلغ قليل فكسبت الاول، بعد كده مبلغ تاني كسبت برضو، تالت مرة دخلت بقى بتقلي وبراس مالي كله فخسرت، خسرت كل حاجة. ولو انا كسبت عندك، ليه ما عنديش قدرة ان انا اسحب؟ انت متصور يعني ايه ابقى انا حاطط فلوس عندك ومش عارف اسحبها؟ الحاجات ديت بتخلي اي حد ما يثقش في المنصة نفسها. تعالى كده حضرتك هنا، احذروا نصابين، اريد من المطور بيان توضيحي كيف يعقل خسارة 150 دولار في ثواني، منصة سهلة الاستخدام، بس اعتذر يا سادة نصابين، قسم بالله نصابين سرقوا فلوسي على الفاضي، يسرقونك منصة وهمية يتحكم فيها المطور، قد تداولت ب 150 دولار تقريبا وخسرتها. ما اكتشفته مؤخرا هو انك اذا استثمرت بمبلغ كبير وربحك سيكون كبير تتم خسارتك وتخسر كل شيء، وإذا استثمرت بدولار ربحك قليل جدا تكسب مرة أو ومرتين، و5 دولار تكسب في الغالب، ثم تستثمر ب10 دولار مثلا أو أعلى تتم خسارتك ويتم خصم مالك في الغالب، كذا يحصل ولا أعلم ما السبب. المنصة بترد عليه تقول له إيه: مرحبا، نحن سعداء جدا بتعليقك، هذا يحفزنا للعمل وجعل تجربتك أفضل وأكثر تحسنا. حتى إن حد يقرأ الراجل منصوب عليه ومضحوك عليه في فلوسه، حد يقرأ التعليق فيقولوا تواصل معنا مع خدمة العملاء أو الدعم وإحنا نحاول نحل لك مشكلتك، مفيش. يعني كمان يعني بيحرقوا دم الراجل. يعني انت كمان حد روبوت وهمي، تعليق مثبت بيتحط لكل الناس، سواء واحد بيشتكي سواء واحد بيشكر، بيتحط لكل الناس، فازاي انت تثق في حاجة زي كده؟ نصيحة مني، لو ما كنتش عارف اي حاجة عن التطبيق ده وعرفتها من خلال قناتي، شير ولايك وسبسكرايب للقناة. وياريت لو عندك اي معلومة او تعليق تكتبه لنا تحت الفيديو عشان نثبت تعليقك، لان تعليقك بيفيد غيرك، تجربتك الشخصية هتفيد ناس كتيرة ان هم ما يتنصبش عليهم.